عمركم حسيتوا ان انتوا عايزين تبداوا قرايه كتب انجليزي بس مش عارفين تبداوا منين؟ كل حاجه بتبان تخوف، مش عارفين انهي كتاب ممكن تبداوا بيه، الكلام شكله صعب، حاسين ان انتوا مش عارفين تلاقوا الطريق المناسب اللي تبداوا منه. انا اريج، والنهارده هقول لكم منين نبدا نقرا كتب انجليزي. بحس ان اغلب الوقت الترشيحات اللي بشوفها بتكون كتب مشهوره قوي، هي دي المنتشره اللي اغلب الناس بتقراها، او كتب اتعملت افلام قبل كده. المشكله هنا بتبقى في ان اوقات دي مش بتكون البدايه الصح. معظم الاوقات الكتب اللي بيتعمل منها الافلام دي بتكون اصلا كتب مش اكسسبل لحد لسه عايز يبدا قرايه. في البدايه بنحب تكون الكتب اللي نقراها بسيطه سهله، لغتها سهله، ما فيهاش شخصيات كتير. في الجايد ده انا مقسمه ترشيحات الكتب على اساس المراحل العمريه. للي منكم كان بيقرا كتب بينجوين اديشن بيكونوا غالبا مقسمين الكتب برضو لسكشنز كده، في البدايه البيجنر، وبعد كده الانترميديت، وبعد كده ابر انترميديت، وبعد كده الادفانس. ده للي منكم مهتم ان هو يقرا كلاسيكس مثلا، بيكون في فيرجنز مبسطه اكتر، تكون نفس الكتاب بالظبط بس بطريقه ابسط، بحيث ان انت تاخد نفس اللي كنت هتاخده من القصه لو كنت قريت الفيرجن الاصليه، بس مستخدم الفاظ ومصطلحات اسهل. بس انا عايزه اقول لكم ان القرايه مش مقتصره بس على الكلاسيكس، في فرايتي كبيره جدا في الكتب اللي موجوده دلوقتي، في حاجات هتقدر تجذب انتباهكم اكتر، خصوصا ان احنا دلوقتي في عصر السرعه، الاتنشن سبان بتاعنا مش موجود تقريبا بسبب وجود الشورتس والتيك توكس والريلز. كل ده بيساهم للاسف في ان الواحد ما يعرفش يركز في هوايه واحده لفتره طويله، وبيخلي الناس تفتكر ان هي ما بتحبش القرايه، مع ان في الواقع لو انتوا كنتوا دورتوا اكتر وحاولتوا تلاقوا الكتاب المناسب ليكوا هتكتشفوا ان في اكتر من كده بكتير للقرايه انتوا ما كنتوش تعرفوا عنه حاجه. هنبدا بقى عشان ده هيبقى فيديو طويل قوي. دي هتكون الاديشن اللي هنتكلم فيها عن السيريز او السلاسل. هيكون في فيديو تاني هتكلم فيه عن الستاند الونز او الكتب اللي هي كتاب لوحده مش محتاج تقرا منه اجزاء تانية عشان تعرف تفهم القصه كلها. اول حاجه هنبدا بيها الميدل جريد. ناس كتير بتحب ترشح هاري بوتر، ولو ان انا مش محبذه للفكره دي قوي. هاري بوتر ميدل جريد فعلا. هاري بوتر معمول افلام سهوله جدا، تقدر تتفرج على الافلام بعد كده تبدا قرايه من الكتب. بس هاري بوتر الانجليش فيرجن بتاعتها مش اكسسبل قوي. السيريز بقى اللي ارشحها منها مالاماندر. مالاماندر مش من الكتب المشهوره قوي، بس هو من الكتب الظريفه والممتعه، والبيسنج بتاعها حلو جدا، الكلمات بتاعتها سهله، مفيش شخصيات كتير، فيها ادفنشر اكتر، كتب قصيره، السلسله ما فيهاش عدد كتب كتير، بتخلص بسرعه، ما تاخدش منك وقت. عندنا برضو سبايدر ويك. سبايدر ويك معمول فيلم جميل، بحب اتفرج عليه من وقت للتاني. ممكن تتفرجوا على الفيلم وبعد كده تقروا السلسله، هي 5 كتب، الكتاب رفيع جدا، مش هياخد منكم ساعتين 3 قرايه. عالم الفانتسي بتاعها مش كبير وهو موجود في العالم بتاعنا، فمش هتلاقوا ثيمز كتير تستكشفوها وانتوا بتقروا، يخلص في قعده. برضو سلسله موريجان كرو او نيفر مور دي مشابهه شويه لهاري بوتر، طريقه السرد فيها اسهل شويه لان هي مكتوبه مؤخرا مش قديمه زي هاري بوتر. دي ممكن تكون اصعب شويه عشان فيها يونيفرس كامل جديد، بنحتاج نستبلش حاجات اكتر، بس ما تقلش متعه عن باقي الكتب. في اليونج ادلت نتكلم هنا من الاسهل للاصعب، مفيش اسهل طبعا من الجرافيك نوفلز. سلسله فانجيرل ذا مانجا من ألذ سلاسل الكتب اللي قريتها. بتتكلم عن بنت في اول سنه ليها في الجامعه بعد ما هتسيب بيت اهلها وهتروح الجامعه، وبتتكلم عن كل سينز اللي الواحد ممكن يستكشفها، زي تكون صداقات، تحاول تنجح في المذاكره بتاعتها، تمارس هواياتها على جنب. هي لذيذه وخفيفه جدا، واتعملت قريب جرافيك نوفل، والجرافيك نوفل خلتها دايجستبل جدا وسهله جدا في القرايه وممتعه وتشد اكتر من الفورمات العادي بتاعها كنوفل. برضو في سيريز لطيفه جدا فانتسي اسمها جارليك اند ذا فامباير. سلسله خفيفه بتتكلم عن شخص المين كاركتر بتاعتنا هي حرفيا راس توم، وبتبدا تستكشف حاجات في العالم بتاعها. هو كتاب لذيذ جدا وبسيط وسهل قوي لو حد عايز يبدا قرايه. الجنرال الاسهل اللي يمكن هفضل ارشحه لكل الناس اللي عايزه تبدا قرايه ومستصعباها، لان الجنرال ده من اسهل الحاجات اللي موجوده دلوقتي، الرومانس. مش بقلل منه بان انا اقول كده، لكن هو فعلا ما فيهوش كومبلكسيتيز كتير، ما فيهوش حاجه معقده. مهما الواحد حاول يعمل فيه عمره ما هيكون جونر صح. ارشح سلسله ذا سelection، كتب لذيذه وخفيفه وبتخلص بسرعه. للناس اللي بتحب برنامج ذا باتشلر، كلها فريلز بقى، هم في قلعه وبيلبسوا فساتين حلوه واوتفيتس، من القصص المسليه جدا اللي بتخلص بسرعه. للناس اللي بتحب الديستوبيان عندنا شاترمي. اعتقد ناس كتير سمعت عن شاترمي، من اسهل وابسط الكتب اللي قريتها في حياتي، خصوصا الكتاب الاول لان هي مكتوبه كدايري انتريز لواحده بتتكلم عن حياتها، وفيها كلام مشطوب عليه وكلام ما عجبهاش رجعت غيرت رايها فيه، فتحس ان انت بتقرا مذكرات بتاعت حد، فاكسسبل جدا 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 وبتخلص بسرعه قوي. عندنا برضو سلسله دايفرجنت، كلنا عارفين دايفرجنت، عارفين الافلام، ممكن تتفرجوا على الافلام بعدها تقروا الكتاب. بتتكلم عن عالم ديستوبيان برضو، وفي فاكشنز متقسمين ل5، وثيم
تقليدي جدا، مريح، امان، احنا عارفين ان احنا في الكومفورت زون بتاعتنا. بعد كده عندنا الكتب البارانورمال، لا اولها تويلايت، بس انا مش بحب ارشح تويلايت مبدئيا ان انا ما قريتوش، فانا مش هقدر احكم عليه، ومش بحب ارشح حاجه فيها مبادئ انا مش بدعم المبادئ دي في حياتي. The Mortal Instruments والبريكوال بتاعها The Infernal Devices. بريمس سهل جدا، خصوصا ان هو في العالم بتاعنا، فمش هتلاقوا ثيمز جديده. الكتب طويله بصراحه، بس اللغه سهله جدا وبتتقري بسرعه، ممكن تاخد شويه وقت، بتجذب الانتباه. في الساي فاي بحب ارشح اللونر كرونيكلز. اللونر كرونيكلز بتتكلم عن الفيري تيلز بس مكتوبه بريتيلينج، في برضو جزء منه كومفورتنج ان انت عارف القصه اللي انت بتقراها، انت عارف قصه سندريلا ذات الرداء الاحمر او رابنزل او سنو وايت، بس انت مش عارف القصه هنا هتتعمل ازاي. بعد كده عندنا الفانتسي، وهو الجونرا اللي يمكن هيكون فيه اكتر ترشيحات لان ده اكتر حاجه انا بقرا فيها. لو حد بيحب فانتسي هادي كوزي خفيف ما فيهوش بلوت قوي، اليونيفرس نفسه فيه حاجات سحريه بس مش بالضروره دي البلوت الاساسي، ممكن تحبوا الريجنسي فيري تيلز اللي هي اول كتاب فيها هاف سول. هي من اخف الفانتسيز اللي قريتها، يمكن اصلا ممكن تعتبر فانتسي رومانس، بيكسبلور عالم خفي عننا في فيريز، لغه سهله وبسيطه واكسسبل، بيحسسك ان انت في امان. بعد كده عندنا دوولوجي ذا ديفاين رايفلز، في يونيفرس تاني، في ثيمز مختلفة، في آلات كاتبة بتقدر تنقل الجوابات بينها وبين بعض، كريتشرز وكائنات جديدة مختلفة، بس طريقة الكتابة نفسها ما فيهاش شرح كتير، بتركز أكتر على العواطف. لو حد بيحب فانتسي ستيم بانك أكتر، عندنا شادو أند بون، اللي طبعا من أكتر السيريز المشهورة دلوقتي بعد ما اتعملت مسلسل على نتفليكس. اللي اتشهر أكتر منها كمان سيريز 6 اوف كروز، دي سبين اوف من السلسله دي، بس هي مش يانج ادلت بصراحه، يعني لو هرشحها اكتر في الادلت. بس 6 اوف كروز لغتها ادفانسد شويه واصعب اكتر من شادو اند بون. شادو اند بون بسيطه جدا، ده اول كتاب ارشحه في عالم مختلف تماما عن العالم بتاعنا، ولكن طريقه الكتابه كانت بسيطه بشكل يعني انا مش متخيلاه، يعني حد لازم يكون سكيلد جدا ان هو يقدر يكتب عالم تاني مختلف بالبساطه اللي مكتوب بيها في الكتاب. الكورت فانتسي بقى، لو حد بيحب الممالك والقصور هيحب قوي قوي ذا فوك اوف ذا اير. بتتكلم على واحده هيومن عايشه في عالم من الفي، كلهم في، والفي هنا الريبريزنتيشن بتاعهم مش زي اي كتاب تاني احنا عارفينه فيه، لا الاوريجينال بقى الفيريز بتوع الفولكلور، الاشرار، اللؤماء، المخادعين. فالعالم هنا اكسبلورد بشكل ممتاز، الحبكه رائعه، في بلوت تويستس كتير بتخلي الواحد مشدود طول الوقت، بتكون مش عايز تخلصها من كتر ما هي حلوه. عندنا برضو سلسله الامبر كورتيت او ان امبر ان ذا اشز، الكتاب ده ست في يونيفرس عربي اصلا، الاسماء معظمها اسماء عربيه، الفولكلور اللي مستوحى منه الكتاب عربي، هو برضو يونيفرس جديد تماما. بس الصعب شويه هنا في الكتاب ده ان في بوينتس اوف فيو كتيره. لو عايزين حاجه بقى ايبك فانتسي اكتر، ده بيكون قليل في اليانج ادلت، وبيكون اقل كمان في اليانج ادلت الاكسسبل، لان كل ما بنعلى اكتر بليفل الفانتسي كل ما بطبيعه الحال اللغه المستخدمه بتكون اصعب، فالسلكشن كان قليل. سلسله ميست بورن لبراندون ساندرسون من اكتر الناس المشهوره في عالم الفانتسي بان هو كتاباته اكسسبل بشكل مش معقول. كتب ممكن تكون كونفوليوتد جدا وفيها تفاصيل كتير قوي واحداث كتير قوي، ومع ذلك بيكتب كل حاجه بطريقه مبسطه بشكل يخلي حد عنده 12 13 سنه ممكن يبدا سيريز الكتاب 600 700 صفحه. بيتكلموا عن يونيفرس الميتالز فيها بيقدروا يمتصوها او ياكلوها بشكل معين، والميتالز دي بتديهم باورز يقدروا يستخدموها مؤقتا، بس طبعا بتخلص لما الميتال ده بيخلص. اليونيفرس اكبر بكتير من اي حاجه اتكلمت عنها قبل كده في الفيديو ده، اكسبلورد بشكل مبسط وكويس شويه، اللغه سهله جدا، الشابترز طويله ويمكن ده مش بيشجع قوي على القرايه. ارشح الاوديو بوك، خصوصا الجرافيك اوديو بوكس اللي نزلت قريب، ممتعه جدا، هتخلي الاكسبيرينس بتاعتكم مختلفه تماما عن لو قريتوها ككتاب عادي، هتتخيلوا ان انتوا بتتفرجوا على فيلم. لو حبينا بقى ندخل في الادلت اكتر، الجرافيك نوفل بتاعت لور اولمبس، ريتيلينج للجريك ميثولوجي بشكل ساذج جدا. لو حابين تقروها ككتاب، لو حابين تقروها على الويب توون براحتكم، بس هي بسيطه جدا، الشابتر بيخلص في دقيقتين 3، بتتعلموا حاجات عن الميثولوجي بدل ما تقعدوا تقروا ايسيز وارتكلز وتتفرجوا على دوكيومنتريز والحاجات الصعبه دي. هي اكسسبل جدا، بتخلص بسرعه، ما فيهاش تفكير.
لو حد بقى بيحب حاجه انتريكت شويه ليه في الكوميك بوكس، بيحب يقرا دي سي مارفل الحاجات دي، عندنا ذا ساندمان. هو في الاساس المفروض في الدي سي يونيفرس، بس قليل قوي قوي لما بنشوفهم بيوفرلاب. نيل جيمن من اشهر المؤلفين الموجودين دلوقتي، هو نفس اليونيفرس بتاعنا بس في انتيتيز هي اللي مسؤوله عن حاجات معينه في العالم. المين كاركتر بتاعنا هنا الانتيتي اللي اسمها مورفيوس، وهو الرولر اوف دريمز، هو المسؤول عن الاحلام في العالم بتاعنا. سلسلة طويلة جدا جدا، قعدت حوالي 11 شهر عشان اعرف اخلصها، من اكتر الحاجات الممتعة اللي قريتها. هفضل ارشحها لاي حد بيحاول يبدا قرايه وعايز حاجه بسيطه اكسسبل فيها قصه فعلا تقدر تديك حاجه بعد ما تخلص. من الكتب اللذيذه برضو لو حد ليه في النون فيكشن قوي بس مش عايز يقرا كتاب نون فيكشن كلامه كتير وصعب في البدايه، ممكن يجرب كتب هدى فهمي. هدى فهمي مؤلفه امريكيه من اصل عربي، بتكتب كتب نون فيكشن، من اشهرها هدى اف ار يو، زي دايري كده بس بشكل لذيذ جدا، وذات كان بي ارينج، بيتكلم عن حياه هدى لما اهلها كانوا بيحاولوا يجوزوها في مجتمع مسلم في امريكا. في الرومانس بقى عندنا اوبشنز كتير، الوضع بقى اوفر ساتوريتد بشده، خصوصا بعد ما السيلف ببلشنج بقى ناجح اكتر دلوقتي، فالناس بقت تلاقي اللي هي بتدور عليه اكتر في السيلف ببلشنج عن التراديشنال ببلشنج. لو قعدت اقول اسماء لبكره مش هخلصهم، بس من الاشهر والاحسن دلوقتي إلسي سيلفر، لورين اشر، ليز تومفورد. في بقى رومانس اوثرز اقدر اقول لكم ما تبداوش بيهم، دول اللي ما نبدأش بيهم مهما كان الكفر حلو او الكلام عنه تمتنج او بوك توك كله بيتكلم عنهم. ما تبدأوش بالكتب دي لسلامكم الشخصي، لصحتكم النفسية. لو حد ليه في الرومانتك فانتسي اكتر، عايز عالم كومبليكيتد بس يكون بيركز على الرومانس، عندنا The Serpent and the Wings of Night. هي سلسلة من كتابين فيها تورنمنت او فيها مسابقة، كذا حد داخل يتنافس على جايزة معينة. فلو حد بيحب الترايلز، بيحب مثلا هاري بوتر and the Goblet of Fire، بيحب الجزء بتاع ان كان في مسابقات كتير ورا بعض، ده نفس الفكرة تقريبا، بس هو مركز اكتر على الرومانس اللي في الكتاب منه البلوت او الاحداث اللي بتحصل. مازال ممتع، مازال بيشد جدا، الكتاب بيخلص بسرعه جدا، الشابترز قصيره قوي فمش هتزهقوا خالص. لو هندخل في الفانتسي بقى، عندي ليكو ذا واي اوف كينجز، او سلسله الستورم لايت اركايفز لبراندون ساندرسون، او اي حاجه براندون ساندرسون كاتبها بصراحه هتكون من الحاجات الاكسسبل جدا. واخر حاجه عندنا ذا شادو اوف ذا جودز، من اجمل السلاسل اللي بتتكلم عن النورس ميثولوجي ريتيلينجز، وبنتابع بوينتس اوف فيو لناس كتير في دراجونز. لو ده مش كفايه يعني مش عارفه ايه هيكون كفايه بصراحه ان انا اخليكم تقروا الكتاب ده، بس هو من الطف واهدى السلاسل الابيك فانتسي اللي قريتها لحد دلوقتي. هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو حابين ريكومنديشنز اكتر لحاجات معينه بالضروره انتوا عايزينها، ممكن تسالوني في الكومنتس. لو عندكم ترشيحات احسن من كده لحد عايز يبدا قرايه وبرده مش عارف يبدا منين، وانا ممكن ابقى اضيفها بعد كده في فيديوز جايه. يا رب اكون افدتكم بالفيديو ده. لو احتجتوا اي حاجه انا موجوده على يوتيوب، موجوده على انستجرام، ان شاء الله at some point في المستقبل هبقى موجوده على تيك توك، واشوفكم الفيديو الجاي.